كإدارة الحقيقة بنحاول نطور المناهج عشان تبقى لصالح الطالب. استاذ حسن احنا معانا هوا بعد دقيقة. ويعني بتبقى مناهج متطورة وجديدة وترتقي مستوى الطالب ويبقى قد كده مستمتع بالمنهج وهو بيتعامل معاه. يعني في حاجة حضرتك في الموضوع الثانوية العامة تحبي نسلط عليه الضوء في أسئلتنا ولا؟ لا عادي براحتك. تمام إن شاء الله. معانا هوا بعد 10 ثواني. ده نظام بالعكس. 3 2 1 اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في المستمعين في برنامجكم هنقدر. رجعنا من أجازة العيد، تم إعلان حالة الطوارئ في البيت المصري الثانوية العامة. في كتير مننا بيحاول يبقى، مش بيحاول، ده أكيد بنبقى جنب بناتنا وولادنا، لكن بنوترهم وبنزيد من قلقهم. النهاردة في برنامجنا هنعرف ونتعلم ونشوف ازاي نقدر جنب ولادنا نخفف منهم توترهم وقلقهم مش نزوده. هتبقى ضيفتنا النهارده دكتوره هالة المخالف، استاذ مناهج طرق التدريس، استاذه غاده. من اولها كده المخالف. انا جبت جدي الكلام. انا جايبه جدي الكلام. استاذ مناهج وطرق التدريس وعضو في لجنه تطوير المناهج. اهلا وسهلا بك دكتوره. الثانويه العامه بعبع البيوت المصريه، ليه باختصار؟ هي مش بابا ولا حاجه، هو بس احنا يعني بنزود الحكايه شويه، بنضغط على اولادنا في حكايه المذاكره. ما تشيلش عينك من الكتاب، ما تبطلش مذاكره، المذاكره ليل ولا نهار. المخ البشري له قدره معينه على الاستيعاب، لازم نفهم ده. ومش كل طالب عنده نفس القدره ونفس مش هنقول الذكاء، كلنا اذكياء طبعا، يعني مفيش حد غبي، بس الاسترس اللي احنا بنعمله على اولادنا ده بيضغط اعصابهم زياده. يعني مش ممكن طفل او حتى طالب في الثانويه العامه تطلب منه انه يفضل ماسك الكتاب ليل ونهار، ما ينفعش. مش طبيعي، ده مش طبيعي. المذاكره ليها ليميت معين، ليها اوقات معينه. انا بفضل ماده عن ماده، فلازم اخد بالي ابني بيحب ايه بيكره ايه. حتى الماده اللي هو بيكرهها لازم ادور على طريقه تخليه يحبها عشان يذاكر، عشان يقدر يطلع نتائج ويحقق نتائج. مع حضرتك في اللي حضرتك بتقوليه، لكن كتير مننا بنحاول نعمل ده وبنعمله، ومع ذلك في توتر برضه. يعني كتير من اولياء الامور ما بيضغطش ولاده، بيحاول يخفف عنهم، بيحاول يعمل كل ده. نسمع الاجابه بعد الفاصل. ومع ذلك قلنا في مخرجين مش فاهمين شغلهم، فبيقول لك وانت بتتكلم. تمام. فبما ان حضرتك كنت سمعت قبل الفاصل وسالت حضرتك، قلت لي ان انت مريتي بتجربه كولية امر مع بنتك، عملت ايه مع بنتك بالظبط في ليله الامتحان؟ لكن هستأذن حضرتك نسمع الإجابة بعد الفصل. الله عليك. أيوة كده، أيوة كده، ممتاز ممتاز. ما تقعدش تقول لي يا مخرج أنت قلت لي متأخر، قلت لي أنا بقول لميت الدنيا وقلت السؤال بشكل تحفة. يلا 3 2 1 رجعنا من الفاصل. رجعنا من الفاصل أعزائي المشاهدين. دكتورة قبل الفاصل كنا قلنا لحضرتك مريتي بتجربة أم مصرية مع بنتها ليلة امتحان. إيه اللي تنقليه للمشاهدين للمستمعين؟ والله انا ما بداتش من ليله الامتحان، انا بدات من وهي صغيره. يعني من واحنا صغيرين لازم تبقى عارف ابنك مهتم بايه، بيحب ايه، هو عايز يطلع ايه، فتزقه بكل طاقتك في الحته دي. يعني انا بالنسبه لي ان الثانويه العامه مش مقياس اني احدد ابني ده هيطلع ايه. يعني هي كل الناس مركزه دماغها لا انا عايز دكتور، الضابط عايز ابنه يطلع ضابط، الدكتور عايز ابنه يطلع دكتور. مش كده، هو كاركتيره وشخصيته فين. يعني افرض انا بنتي مثلا عايز تدرس اعلام، دراسه الاعلام مش لازم تبقى شاطره 100% في الفيزيكس، في الكيمستري، دي مواد مش بتاعتها. تمام. اوكي هي عايزه تخش ادبي، خلاص دخلت ادبي، اركز بقى معاها في ده. لا مذيعه، انت عايزه تطلعي فنانه او مذيعه لازم تبقي شاطره في اللغه العربيه، فابتدي ازقها اطورها في اللغه العربيه. تبقي شاطره في الانجليش مثلا لو عايزه تبقي مذيعه قناه اجنبيه، انمي عندها المهارات اللي تخدمها بعدين في مستقبلها. انما ستريس المجموع ولا الضيف طول يا استاذ حسن، ويعني الضيف بيرغي.
ده سكتت شيء أنا. جميل. لا لا هي انا هو قال بستحث. لي وانا بعمل أيوة، بقول له انا سامعك يعني. ايوه انا خلاص بستحث المذيع يعني بتاعي. لما ابص لك. بستحث المذيع بتاعي انه ما آه. يسيبش الضيف يقعد يتكلم كتير، لا ده اللي يبدا أكتر من يدي كده مداخله، حضرتك يدي إن سؤال، يدي حاجه كده. مش شرط ان ابني يخش ثانويه عامه. مش شرط ان انا ابني يخش ثانويه عامه، دي ثقافه عندنا محتاجين نغيرها. انا لو ما لقيتش قدرات ابني انه يخش ثانويه عامه، ليه ما يروحش مجال تجاري، مجال صناعي؟ لا كلنا عايزين حسب اولادنا قدراته. دكاتره ومهندسين. ولو يعني وده بيبقى عيب في الاسره المصريه آه. لو ما دخلش ثانويه عامه. تحفه تحفه، انتوا الاثنين رائعين ممتازين ما شاء الله عليكم كمذيع كضيفه رائعين، وبالفعل ارتجالك حلو جدا. انا شخصيا كنت مستمتع وانا بسمع، بس حبيت اوصل نقطه ان في اوقات الضيف بيستطرد قوي وبياخد وقت طويل، فما ينفعش اسيب الكادر واقف على الضيف، البرنامج بقى ميت. المخرج مش عارف يغير الكادر، المستمع يعني زهق من ان في تون واحد اللي هو سامعه، وهكذا. هو تربك برضه. بيقول لي استاذه مناهج، فانا قلت هقول في المناهج. هو كان الاول هو بعيد عن الموضوع. هو حضرتك اول مره تعرفي انك استاذه مناهج. انا اتفاجئت برضه ان خبرتك طيب اشكركم.